السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلام. سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. أول حاجة صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا يا جماعة، في حد أنا معرفوش ولا هو يعرفني، حب يتواصل معايا على الخاص. لقيته كاتب لي كتير عايز اتواصل معاك عايز اتواصل معاك، قلت له حاضر على عينيا مفيش مشاكل. بعت له الفيسبوك بتاعي تواصل معايا. قال لي يا محمود انا عايزك في موضوع. قلت له على راسي. قال لي في حاجه عايزك تنشرها عندك على اليوتيوب، ضروري يعني تنبه الناس. قلت له على دماغه من فوق، ما عنديش اي مشكله. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا عمال بظبط في الصالة وكده. بس الموضوع ده ما يتسكتش عليه يعني، عشان احنا في شهر رمضان وبتلاقي في ناس كتير بتطلع خير وبتعمل خير يعني. الشخص ده يا جماعة ممكن في إيطاليا هنا ماشي. كان في حالة تعبانة في مصر محتاجة يعني في مبلغ، مبلغ ما. فهو حب يبعت المبلغ ده، بس ما حبش يبعت المبلغ عن طريق أهله، عايز يطلعه لوحده كده يعني، إيه محدش يعرف بيه يعني. فلقى ان جماعة الخير اللي هم الناس عارفين طبعا حضراتكم، كل بلد بتلاقي فيها جماعة خير. بيقول لك ايه، ينزلوا بوستات على الفيسبوك ويقول لك احنا جماعة الخير، وده رقم فودافون كاش وحول لي فلوس، وعشان بنلم تبرعات للناس المحتاجة والكلام ده كله. دلوقتي هي موضة دلوقتي في البلاد كلها يعني، تلاقي 10 15 واحد لامين بعض كده وبيعملوا كده. طبعا يا جماعه الشخص ده تواصل مع الناس ديت وقال لهم انا عايز اوصل المبلغ ده للراجل ده. قالوا له تمام مفيش اي مشاكل. بعت لهم المبلغ على اساس المبلغ يروح للراجل، وقال لهم ما تقولولوش ان انا مين الشخص اللي باعت يعني. فادوا له وصل كده ورقه كده، على اساس يعني ان دولت يثبتوا لك حقك يعني. ده كله كلام هجس. اتضح بعدين الراجل نزل بعدها بسنه ولا سنه ونص، نزل مصر وراح للراجل اللي هو تعبان ده عشان برضه يشوفه ويراضيه تاني. فحب يسأل الراجل. قعد يتكلم معاه، انت جالك ايه، فاضل لك ايه، ناقصك ايه، اليوم الفلاني جالك شخص ما اداك قد ايه. المهم يا جماعه طلع في الاخر خالص اتضح ان هو المبلغ كله ما وصلش للراجل الكبير في السن ده، مش كل المبلغ يعني، يعتبر اتاكل نص المبلغ يعني. فجه لما واجه اللي هم الجماعه بتوع الخير دولت اللي بيلموا دولت، واجه الرئيس بتاعهم فبيقول له. فجه قال له هم كانوا 13000 جنيه يا جماعه. فجه قال له لا عشان في ناس تانية محتاجه وكده، واحنا بنحاول نوزع على الناس وكده والكلام ده كلته، في ناس تانية كتيرة محتاجه. قال له لا انا اديتك المبلغ قلت لك وصله للشخص ده، ما قلتلكش وزعه. فطبعا يا جماعه من الاخر يعني عاوز اوصل لكم ان جماعات الخير ديت كلها ضحك على العقول. حضرتك انت قاعد في ايطاليا، ليك والدك ليك والدتك ليك اخوك ليك ابن عمك، حد بتثق فيه جامد، تروح تديله الحاجه من ايد للايد، من الايد للايد، مش تخسر اي حاجه يعني. تروح حتى لو هتديهم له يورو هو يروح يفكهم، مفيش اي مشكله. المهم ان انت تديه من ايد لايد، لان حسنتك ما بتوصلش. صدقني الراجل سمعنا رسائل، الراجل فضل 40 دقيقه يكلمني وسمعنا رسائل وحديث بينهم وبين بعضهم. اتضح في الاخر خالص ان الجمعيات دي كلها هرتل يا جماعه، وبيضحكوا على عقول، وفي الاخر خلاص ما خدش حق ولا باطل. فالرساله ديت على لسان الشخص ده، ربنا يجازيه خير يا رب ويبارك له. قال لي يا محمود من تجربه حصلت معايا شخصيه، ما يعني وعي الناس عندك اللي عايز يطلع خير يا جماعه من الايد للايد، من الايد للايد. سيبك من اي حد يحط رقم تليفونه ويقول لك انا بنوزع لله وجبات ومش وجبات، كل ده كلام فارغ يا جماعه. الناس انت روح اديله، لو هتديله 1000 جنيه ولا 500 جنيه من ايد للايد، هو يتصرف وهو يعمل اللي هو عايزه. دي الرساله اللي هو وصلها لي، ان انا اوصلها لحضراتكم ولاي حد بيشوف الفيديو ده. اللهم بلغت اللهم فاشهد. طبعا في حاجه تانية برضه عاوز اتكلم فيها بالمناسبه، ان احنا بنوضب يا جماعه الناس اللي مقيمه معانا في ايطاليا هنا، الناس اللي مقيمه معانا في ايطاليا هنا، اي حد عايز يتواصل معايا خلاص في صالون اللي هو ده صالون
chiama salone vero vero. وده يا جماعة ده وده ده اللي بيتحط تحت وده بيتحط فوق ماشي. معاهم ترابيزة نفس اللون الطاولة شيل طاولة كده يا جماعة. الترابيزة ديت نفس اللون معاهم. وفيه ديفانو اللي هو هناك ده ديفانو ده. طبعا احنا العملية مكركبة هنا يا جماعة عشان احنا بننظم كده كل حاجة مرمية. الحاجات دي يا جماعة احنا مش محتاجينها. الحاجات دي احنا مش محتاجينها لاننا احنا جبنا حاجات جديدة كلها حاجات جديدة. يعني هنغير الصالون وهنعمل قعدة ارضي وشغل عربي كله يعني. فاي حد محتاج الحاجة ديت يجيب كاميون ولا عربية كبيرة ويتواصل معاه على الخاص ويجي يشيل الحاجة دي. الحاجة دي كلها جديدة يا جماعة. يعني الحاجة دي ما كملتش سنة ونص موجودة هنا كلها جديدة. فاي حد محتاجهم يجي ويشيل كلته. احنا مش محتاجينهم في حاجة. Volevi dire qualcosa مليك؟ عايز تقول حاجة؟ السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين كلكم. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم يا رب. Ci vediamo presto ci vediamo presto. col salone nuovo. كل صالون قلت لكم طبعا نشوفكم قريب مع صالون جديد. صالون جديد اللي هو الصالة دي يعني بنوضف فيه. ما تنسوناش بقى يا جماعة في اللايك والسبسكرايب وتعليقكم الجميل وانتبهوا يا جماعة. انتبهوا اللي بيطلع خير يروح يديه من الإيد للإيد. انتبهوا من الحاجة دي كويس جدا 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 لأن في ناس كتير اشتكت من الحاجة دي يعني. والحاجات ديت لو أي حد محتاجها يكلمني على الخاص. باي باي. Ciao ciao. ciao ciao.